أهلا وسهلا حبوباتي الغاليات، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وبالأخص في علاقتكم الزوجية والعاطفية مع أزواجكم وأحبابكم. وموضوعنا لليوم غيكون من ضمن الأشياء اللي غتزيد علاقتكم العاطفية متعة وإثارة، وتخلي كل طرف في العلاقة الحميمية يوصل للاستمتاع والرعشة الجنسية بأشياء ما يقدرش مقاومتها كل من الزوج والزوجة إلى قام بها أثناء العلاقة الحميمية، وتخلي كل من الزوج والزوجة دايب دوبان. وهذا هو هدفنا اللي بغينا نوصلوا اليوم من خلال هذا الفيديو. وقبل ما نبداو في الموضوع كنتمنى ما تنساوليش لايك الفيديو والاشتراك في القناة إلا كنتو أول مرة تكتشفوها باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات وإشعارات القناة. كل واحد منا ليه أماكن إثارة في الجسم ديالو. الزوجة ليها مناطق مختلفة ومتعدة في الجسم، إلا طلعتي عليها تخلي زوجتك كتعشقك بجنون. وكذلك الزوج ليه مناطق مثيرة في الجسم ديالو تخليه يرغب أكثر في ممارسة علاقة حميمية أكثر متعة. خلينا نبداو بالزوجة لي فام دابور، متفقين معايا بعدا ياك؟ نبداو من فوق حتى نوصلوا إلى الأهم والمثير لكل امرأة وزوجة. أولا الرأس. وغتقولوا لي الرأس شنو دخل الرأس في الإثارة والعلاقة الحميمية؟ وأنا غادي نجاوبكم بكل بساطة. شكون فينا ما كيحسش بالاستمتاع والإثارة منين كيداعبو حبيبو في شعره بكل لطف وحنية؟ وأهم نقطة نبغي كذلك نلفت بها نظر الزوج في رغبة المرأة فيه والممارسة معه، هي فين كتشوفها أمامك وهي كتداعب في شعرها بكل أنوثة. أقوى دليل أن المرأة كترغب فيك في تلك اللحظة واستجابتها القوية للعلاقة الحميمية معك. وتاني حاجة الشفايف واللسان، أكثر الأعضاء إثارة في بداية العلاقة الحميمية من خلال التقبيل، المص، اللحس لإثارة حميمية أكثر لكلتا الطرفين. وثالث حاجة الأذنين. غتقولوا لي كيفاش؟ اش دخل الأذنين في العلاقة الحميمية؟ وأنا غادي نقول لكم هم أكبر الحواس إثارة عبر الهمس بكلمات كلها حب ورومانسية تخلي زوجك أكثر إثارة ورغبة في ممارسة العلاقة الحميمية معك. ورابع حاجة الرقبة أو العنق اللي كتأثر كتير باللمس واللحس، ومعظم النساء كيحسوا بالرعشة أثناء مداعبة تلك المنطقة من طرف الزوج. وخامس حاجة الظهر والبطن، كل من هاد المنطقتين اللي كيتيروا باللمس والدلك واللحس واللي كيقوموا بتحفيز على الإثارة والرعشة وإقامة علاقة حميمية كاملة مع الطرف الآخر. وسادس حاجة الثديين، من أهم المناطق إثارة عند الزوجة واللي كتعتبر من أهم المفاتيح المهمة للزوجة بالمداعبة، المص، اللحس، وأكثر إثارة لإقامة علاقة حميمية بين الزوجين. وسابع حاجة المؤخرة، من المناطق المفضلة عند كل زوج، من المناطق الأكثر إثارة في العلاقة الحميمية من خلال الدغدغة، اللمس، اللحس والتقبيل والمداعبة بكل الطرق المباحة. وأكثر حاجة توصل الزوج والزوجة للإثارة والرعشة الجنسية. ووصلنا المنطقة الأكثر والطب إثارة عند الزوجة، المنطقة الحساسة ككل، واللي خاص كل زوج يعاملها معاملة المعلم، ما نوصيكش على هذا الشيء. الفرج بكل مكوناته، البدر، الشفتين الكبار والصغار، فتحة المهبل وداخل فتحة المهبل اللي كتيرها وكتوصلها للرعشة والرغبة الجنسية. وأهم المناطق إثارة للزوج الرقبة، أكثر منطقة كتير الرجل من خلال اللمس، اللحس من طرف الزوجة، وكذلك الأهم المعلم أو القضيب ككل، والخصيتين من خلال اللمس، اللحس، المص، أكثر شيء كيثير الرجل وكيجعله أكثر انتصاب ورغبة في العلاج بكل قوة وشهامة.
واللي كتزيدو أكثر إثارة في العلاقة الحميمية. وهادو بعض النقاط اللي طرقنا ليها من عدة نقاط، ولكن خاص كل طرف من الزوجين يكون على دراية بها باش تكون إثارة ورغبة للطرف الآخر، وبالأخص لي كوبل اللي كيكونوا باقيين جداد في العلاقة الزوجية والحميمية. بالأخص خاص كل واحد يركز فيها دائما باش يوصل للرغبة والرعشة الجنسية مع النصف الآخر ديالو للعيش في حياة زوجية كلها حب وإثارة. كانت معكم أم لينا، كنتمنى لكم كل الحب والسعادة في حياتكم، والسلام عليكم.